قبل ما نبدأ اذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك النادي الأهلي بتواجد محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم في صفوف القلعة الحمراء، ورفض رحيله على سبيل البيع النهائي بعد تلقي أكثر من عرض للتعاقد معه في فترات الانتقالات الشتوية المقبلة. وجاء في بعض التصريحات التلفزيونية: الأهلي يرفض بشكل قاطع مسألة بيع محمد محمود عن الفريق في يناير المقبل بشكل نهائي، في ظل اهتمام ورغبة أكثر من نادي في الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي لتدعيم صفوفهم خلال الفترة المقبلة. الأهلي اشترط الإعارة في يناير من أجل الموافقة على خروج اللاعب من الفريق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن لجنة الكرة بالنادي تثق في إمكانيات اللاعب بشكل كامل. وتلقى محمد محمود العديد من العروض من أندية الدوري المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها من سيراميكا كليوباترا وفيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة. أتمنى تدعموني